السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الأول الإعدادي. ده الفيديو الخاص بريفيجن على درس الإلكتريك فورسز. الأسئلة هتساعدنا أكتر إن احنا نلم الأجزاء المهمة في الدرس والحاجات اللي احنا محتاجين نعمل فوكس عليها ونعرفها كويس. هنبدأ على بركة الله. لو لسه معملناش لايك وسبسكرايب لقناة هلو ساينس، من فضلكم اعملوا لايك وسبسكرايب ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول سؤال في الrevision. السؤال الأول هو complete. بيقول if one substance is rubbed against another, the substance that is higher in the electrostatic series will be charged with an electric charge of. طبعا هي محلولة، بس هنفتكر مع بعض إن الإلكتروستاتيك سيريس إحنا بدأنا كانت في المقام الأول أو في البداية بتاعة الإلكتروستاتيك سيريس بتبقى الماتيريال اللي بتبقى ليها القدرة إن هي تكتسب شحنة موجبة، وبتبدأ القدرة دي إن هي تقل تدريجيا كل ما نزلنا في الإلكتروستاتيك سيريس. فطبعا تبقى in the higher is higher in the electrostatic series will be charged with an electric charge of positive, while the other substance will be charged with an electric charge of negative. اللي فوق في الالكتروستاتيك سيريس بتكتسب الشحنة الموجبة، والجزء وكل ما ننزل لتحت بتاخد الشحنة ايه؟ النيجاتيف او السالبة. تاني حاجة او تاني نقطة، one of the life application of the attraction between two different electrical charges هي كانت ايه؟ الالكتروستاتيك بينتينج او الدهان الكهربي او الطلاء الكهربي. ان احنا قلنا ان الميتال سيرفس بنكسبها شحنة سالبة، ثم بنقوم مستخدمين كوتنج او بينتينج سبراي بيحتوي على بوزيتيف تشارج. اختلاف التشارجز بيسبب ان يحصل اتراكشن ما بين التو ديفرنت تشارجز، وبعدين بيحصل عملية البينتينج او الكوتنج او عملية الطلاء. تالت نقطة، iron is نقط material. طبعا الايرن من الconducting material for electricity, while glass is a non-conducting material for electricity. الصفحة اللي بعدها the amount of weak electric charges. لما يكون عندي weak electric charges is measured by a device. بستخدم لقياس الweak electric charges الكولوم ميتر and is estimated in units of coulomb، اللي هي اليونتس أو الوحدة. مثلا بقيس الالكتريك تشارجز بتاعت اوبجكت معين، فبقول ان الالكتريك تشارج بتاعت الاوبجكت ده رقم، والرقم ده ليه يونت او ليه تمييز، التمييز ده بيبقى اسمه كولوم. النقطة الأخيرة في الكومبليت when both silk and paper الورق والحرير are rubbed with a piece of cotton. تمام. the silk acquire an electric charge بتبقى ايه؟ positive. وده طبعا عشان السلك بيبقى برضو زي ما قلنا بناء على الالكتريك سيريس، ليه بيبقى قدرته اكتر في انه هو يفقد الكترونز ويكون عنده شحنة موجبة اكتر من البيبر. while the paper acquire an electric charge negative. السؤال التاني هيبقى give reason. انا كاتبالكوا برضو الاجابة والسؤال والإجابة. اللي حابب يسجل ممكن يعمل بوز للفيديو ويكتب، وده هيثبت المعلومة اكتر في ذهننا. give reason for
hearing a crackling sound when taking off woolen clothes in winter. طبعا الكراكلينج مقصود بيها صوت الأزيز ده اللي هو بتاع الكهرباء لما أكون لابس هدوم صوف في الشتاء. طبعا ده بيبقى بسبب because when the body rubs against the woolen clothes، لما بلبس الهدوم الشتوية الصوفية ده بيحصل كده ما بيني وما بين الجسم وما بين الهدوم rub أو احتكاك. الاحتكاك ده بينتج عنه electrical charges on the body are discharges. يعني ايه؟ الشحنة اللي بتتولد على سطح جسمي بيحصل لها تسريب أو جزء من يعني جزء من يعني بتتحرك أو بتتحرر من الجسم في صورة الصوت اللي احنا بنسمعه. تاني نقطة a single substance can be charged with a positive or negative charge. طبعا ده بيعتمد هو بيقول give reason ليه بعض السبستانس بتكتسب positive or negative charge. هتبقى because it depends on the type of material، بتعتمد على type of material and its arrangement in the electric series. بتعتمد على نوع الماتيريال conducting or non-conducting، وبتعتمد كمان على ال arrangement in electric series. آخر حاجة أو آخر سؤالين مهمين، هو أول نقطة neutrons are not deflected when passing through an electric field. النيوترونز ما بتتجهش، ما بيحصلهاش أي حركة مختلفة لو عدت في electric field أو مجال كهربي. طبعا احنا عارفين النيوترونز بتبقى ايه؟ naturally charged أو متعادلة كهربيا، فبالتالي ولا هيحصل لها attraction ناحية النيجاتيف ولا هيحصل لها attraction ناحية البوزيتيف، ولا برضو هيحصل لها أي repulsion معاهم، لأن هي أصلا البوزيتيف والنيجاتيف جوه النيوترونز بتبقى ايه؟ equals أو متساوية، فبالتالي هي neutrally charged، فمش هتتحرك لأي اتجاه من الاتجاهين في الإلكتريك فيلد سواء positive أو negative. آخر سؤال it is preferable to use electrostatic paint to paint metals. دي برضو النقطة دي مهمة جدا because it reducing paint waste، بيقلل الويست أو الهدر بتاع البينت أو الطلاء and makes the paint layer uniform، بيخلي شكل البينت layer أو طبقة الدهان متماثلة. وده بسبب ايه؟ طبعا الاتراكشن اللي بيكون ما بين النيجاتيف تشارج اللي على الميتال بليت والبوزيتيف تشارج اللي بتكون موجودة في البينتنج سبراي. ودي كانت الأسئلة بتاعت الريفيجن للدرس الخاص بالإلكتريسيتي أو الإلكتروستاتيك فورس. يا ريت نذاكرها كويس. مطلوب بس مننا إن احنا نكون فاهمين الموضوع عشان نقدر نستوعب السؤال ونحله، وإن شاء الله الأسئلة تكون سهلة. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي في المagnetic force، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.